قلبي معاك، يعني انا قلبي معاك. كل حلقه جنب ابنه ما يعرفش ان هو ابنه، يبقى خلاص هيعرف حتى النهارده. يعني ضرب بال شام والولا، يعني لازم يعني انت يا احمد تجقرها، يعني لازم يا سيف تجقرها وتشيله من تحت ايده. اهو مات ومات وحية، يعني يا ده مش ده متعلق في الحياه بقشايه. انا حاسس بقى اللي هيحصل ايه بقى، اللي بلال شامة ده بقى ايه، دمره هيصحيه بعد ما شاف الموت بعينيه، وهيرن على جعفر اول لما يفوق يعرفه ان سيف ابنه. لا الا جعفر هيعرف الحلقه الجايه من خالد سيف ان سيف ابنه. ما انت خلي عقلك شغال معايا. هو راح لخالته، ما خالته ممكن تسوح، اصل ده طريقه محمد سامي اللي لسه قايلك عليه، شوق ولا تدوق. فهو ممكن خالته جوزها اللي ما كانش عايزه تقول، ممكن بقى يدخل في الحوار يقول لا اطلع بره ويطرده، وجعفر ابن اصول مش هيستحمل فهيقوم على طول يمشي. برضه إيه لك ان تتوقع دلوقتي مثلا ايه، جعفر عمده عرف ان سيف ابنه، قامت دلال عارفه، قامت متفقه مع شوقي ان هم يقتلوا ابنه. ابن عايده بقى اللي جاي هو اللي يورث الدكه كلها او التركه كلها، فاهم الفكره؟ ويقوم جعفر لما يعرف يقتل شوقي ويقتل دلال. صح؟ التوقع ده انت فاهم؟ التوقع ده بنسبه كام في المية معاك؟ عرفني في الكومنتات.